في ولاية ميشيغان الأمريكية، وتحديداً بمدينة ويستلاند. كانت هناك منشأة طبية اسمها الويز هوسبيتال، لكن ما كانش مجرد مستشفى، ده كان مدينة كاملة للعذاب. بدأت إلويزا في الأصل سنة 1839 كمزرعة فقيرة، بور هاوس. هدفها الأساسي كان إيواء المشردين والفقراء. لكن مع الوقت توسعت المنشأة وتحولت تدريجياً إلى مصحة عقلية. في أوج نشاطها كان فيها أكثر من 78 مبنى، 1000 فدان، أكثر من 10,000 مريض في نفس الوقت، ومعاهم حوالي 2000 موظف. اللي حصل جواها كان أبعد ما يكون عن الطب الحديث. استخدموا العلاج بالصدمات الكهربائية ECT في أقصى أشكاله. اللوبوتومي أو جراحة الفصوص الدماغية كانت إجراء معتاد، فتح في الجمجمة وتدمير أجزاء من المخ عشان يهدوا المرضى. المرضى كانوا بيتعرضوا لحبس انفرادي طويل وربط بالسلاسل. المرضى اللي بيصرخوا كتير كان بيتحقنوا بمهدئات قوية جدا، بعضها بيؤدي للشلل. عدد كبير من المرضى ماتوا جوه المصحة بدون حتى ما حد يعرف أساميهم. في جزء من المستشفى في مقبرة جماعية مدفون فيها أكتر من 7000 جثة، ومعظمهم من غير أسماء، مجرد أرقام. كانت الجثث بتتحط في توابيت خشب رخيصة وتدفن بدون طقوس. وبعض الروايات بتقول إن في جثث اتحرقت جوه فرن المستشفى. في بداية السبعينات بدأ المكان ينهار بعد ما طلعت قوانين تحد من احتجاز المرضى بالإجبار. سنة 1982 تم إغلاق المستشفى رسمياً. بعض المباني اتشالت، لكن لحد النهاردة في مباني لسه واقفة، متفحمة، مهدمة، وساكنها الصمت والرعب. ناس كتير بيقولوا إنهم سمعوا صراخ رغم إنها فاضية. في حراس قالوا إنهم شافوا ستات لابسين أبيض ماشيين جوه الممرات يختفوا فجأة. أجهزة بتسجل أصوات وهمسات رغم إن المكان مفهوش أي حد. جزء من المكان بقى مباني حكومية مهجورة. في سنة 2020 بدأت مشاريع لتحويله لمتحف أو ساحة عامة، لكن كل مشروع بيتوقف كأن في لعنة. يا ترى أنت بقى هل بتؤمن باللعنة؟ شاركنا رأيك في الكومنتس.